النساء أزف بشرى إلى والد الشهيد وأقول له أيها الوالد الكريم، هو أن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه، سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه قتل واستشهد والده يوم أحد، فمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في حزنه وفي همه، فقال له: يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ يا جابر ما لي أراك منكسرا؟ قال: يا رسول الله استشهد أبي وترك دينا وعيالا. فقال: يا جابر ألا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: يا جابر ما كلم الله تبارك وتعالى أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا أي وجها لوجه. فقال له: عبدي تمنى علي. الله تبارك وتعالى سيسأل هذا الشهيد ويقول: يا عبدي تمنى علي، فيقول: يا رب. وانظر أخي الحبيب إلى الأمنية وأغلى ما يتمناه المرء حين يفتح له باب الدعاء. قال: يا رب ترد إلي روحي ثم أعود إلى الدنيا فأقتل فيك مرة ثانية. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا رب فأخبر من ورائي، أخبر كتيبتي، أخبر أهلي، أخبر أصدقائي بما أنا فيه من فرح ومكانة. فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون هؤلاء هم شهداء. الله أكبر. الله أكبر. وينزلهم منازل الشهداء ويرزقهم الرفقة وصحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى درجات الجنة وينزلنا على سيد كده مع قومنا سيد لا إله إلا الله.
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. ربنا يقولهم بأهل الصبر والسلوان. مات بطل ضحى بدمه وضحى بروحه في سبيل بلده وفي تاريخ مصر. كلنا نتمنى ان كنا ننال هذه الشهاده، وشرف لاي مصري ينال هذه الشهاده. تعجز الكلمات دلوقتي، مش قادر اقول مدى شعور كل المصريين. مهما هم بيعملوا بنزداد صلابه وبنزداد ايمان بالله سبحانه وتعالى، وبنعرف ان دول قيد غاشمه تهدد البلد وتحاول تدمير مصر، لكن مصر هويه بجيشها وشرطتها وشعبها العظيم، خير أجناد الأرض في مصر. ومصر محمية بإذن الله إن شاء الله. لن يستطيع أي غادر أو خائن إن ينال من مصر إن شاء الله بإذن الله. مصر حصن الأمن والأمان للأمة العربية كلها والأمة الإسلامية كلها على مستوى العالم. يحاولوا، الكلام ده مش جديد، من أزمنة إن هم ينالوا من مصر، مش هيقدروا ينالوا من مصر ثم فيها هذا الجيش العظيم وهذا الشعب العظيم وهذا الشرطة العظيم. إن شاء الله بإذن الله لن ينالوا من مصر. كل ما بيعملوا خيانة وخدعة وخسة، كل ما بنزداد صلابة ونزداد قوة ونزداد شدة، ولن ينالوا إن شاء الله من مصر بإذن الله. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم، اللهم اجعل كيدهم في نحرهم. ان شاء الله باذن الله ان ربك لبالمرصاد، وان شاء الله مصر امينه باذن الله.